ندخل على موقع البنك الأهلي المصري أو حسب البنك اللي يخصك. تضغط على القائمة الجانبية، بعدين نضغط على الخدمات الذاتية. نضغط على الخدمات الذاتية رقم 5. وهنا طبعا دي كلها خدمات ذاتية. تقدر تختار تفعيل خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل أو حجز موعد بالفرع. هنشوف احنا طبعا طريقة حجز الموعد: خدمة التحويل باستخدام شبكة المدفوعات، وخدمة حجز موعد مع أخصائي تطوير الأعمال، طلب إصدار دفتر شيكات وفتح حساب، وخدمة الإصدار والاستعلام عن صناديق الاستثمار، والاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني. دي طبعا احنا شرحناها. الاستفسار عن التحويلات الإلكترونية الواردة من الخارج، خدمة تحديث البريد، فرع استلام البطاقة، استفسار عن رقم الأيبان، الاشتراك في خدمة الأهلي فون، الأهلي كاش، اشتراك في خدمة الأهلي نت، الأهلي موبايل. هنا طبعا نضغط على حجز موعد بالفرع، نضغط على المزيد. وهنا طبعا بيجيب لك طبعا هنا الخطوات، تعريف الخدمة. هنا طبعا هو جايب لك خطوات الحجز. قم باختيار الفرع المطلوب للحصول على الخدمة. لمعرفة أقرب 10 فروع يرجى تفعيل خدمة تحديد الموقع. وهنا بيطلب منك اختيار شريحة العميل. وهنا طبعا تدخل الرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني اختياري، وبعدين تضغط على تنفيذ. على تنفيذ طبعا هي الخطوات بالكامل. بتحدد طبعا الفرع واليوم والساعة، وتحمل صورة الموعد أو تاخدها سكرين. بيديك خيار إنك تضغط على تحميل صورة الموعد اللي انت حجزته، أو تاخدها سكرين شوت وتصلك رسالة نصية على الهاتف بالموعد. الحضور قبل الموعد بربع ساعة 15 دقيقة. عند الوصول للفرع لابد من اختيار موظف الأمن أو الاستقبال بالحجز أونلاين لعمل تسجيل دخول برقم التليفون الذي سبق الحجز به لاستلام تذكرة الدخول. طبعا هتروح تدخل على طول في نفس الموعد اللي انت حجزته بدون الحصول على موعد من الفرع او بدون الحصول على ورقة موعد. طريقة حجز الموعد او جميع الخدمات الذاتية الخاصة بالبنك.